كل سنة وانتوا طيبين. أول فيديو هعمله في رمضان 2026 هوريكم طريقة ازاي نستخدم البنسة ان احنا نعمل توسيع في الدرس من تحت. ده طبعا الباترون اللي فيه تجسيم. انا بصراحة الفترة اللي فاتت ما كانتش صدفة اني كنت بخرج كتير. انا مش بتاعت خروج اصلا، بس كنت بخرج كتير قوي، ويعني كانت ظروفي تستدعي في مشاوير كتير، فكنت خدتها فرصة اروح المولات والف في الاسواق، وخدت بالي ان الموضة دلوقتي 2026 ان احنا نلبس هدوم فيها بنسات مصرفة بطريقة البرنسس. دي الموضة. وبصراحة كمان لاحظت ان الفينيشينج بتاع الهدوم ما كانتش حلوة بصراحة، ولاحظت كمان الاسعار كانت اوفر قوي والناس صعبت عليا بصراحة. اصل انا حمدت ربنا قوي اني بخيط هدومي، قلت الله يكون في عون الناس. فعلا الموضة السنة دي زي ما قلت لكم الهدوم اللي فيها تصريفات بنسة بطريقة البرنسس، وللأسف الديزاين ده على قد ما هو بسيط على قد ما هو لازم يكون بتاع شكل الجسم. سهل قوي ان الناس تصرف بنسات يعني ما فيهاش اي حاجة. الفكرة اللي هوريها لكم بسيطة، والديزاينز اللي في السوق بسيطة، مجرد تصريف البنسة حاجة مش معضلة، سهلة تتعمل. بس المفروض ان الباترون ده يكون على مقاس الجسم، هي الفكرة في كده. انا باخد بس معاكم القهوة علشان انا اخدت السحور ومتعودة اخد قهوة بعد السحور. بصوا اللي انا هعمله دلوقتي، انا بس مجرد اني هحدد ازاي البنسة اللي تحت دي هتترسم، التوسيع هيتعمل ازاي. بصوا الطريقة هتلاقوها سهلة جدا. انا بصراحة لما كنت بتابع افلام زمان وكنت بقعد اتفرج على ديزاينز بتاعة الهدوم، وكنت اعرف ان دي موضة بتاعة زمان مش بتاعة دلوقتي خالص، كنت ازعل بصراحة. الدريسز قد ايه كانت شيك، وانا وقتها كانت عجباني مش بس علشان كانت شيك، عشان كل فنانة كان ليها ستايل خاص بيها، لابسة على الموضة بس ليها الستايل الخاص بيها. هي دي الحقيقة يعني. فانا مبسوطة ان الديزاينز دي رجعت بصراحة. زي ما التيتشر عليه مسؤولية ان هو يعلم كويس ويبقى عنده ضمير، يدرس بضمير يعني يدي المعلومة كاملة، زي ما الستودنت عليه مسؤولية ان هو يطور نفسه بصراحة. اصل في ناس كتير قوي بتقول نفسها تتعلم خياطة، محتاجة تتعلم خياطة، وناس كتير قوي بتشتكي ان التيتشرز ما كانوش على المستوى. انا شخصيا اقول الحقيقة التيتشر بتاعي كان اكتر من رائع، ربنا يديله الصحة بصراحة. ما كانش عادي، كان انسان فعلا محترم جدا جدا جدا، واداني معلومات قوية جدا، اشتغل بضمير معايا. بس انا عملت ايه بقى اللي انتوا شايفينه ده؟ باستمرار بطور نفسي، باستمرار بشتغل على نفسي، مش سايباني. كل الناس متاح عندهم الانترنت،
يقدروا يطلعوا أفكار، كل يوم يشغلوا إيدهم شوية، مش حاجة. طبعا أنا هنا بحدد لما هقفل الدارت هقفلها ازاي. اوكي، طبعا أنا هنا بعد ما حطيت خط النص أقدر دلوقتي إني أعمل كيرف علشان الدرس يكون شكله مظبوط من تحت، ياخد الكيرف بتاع تحت. دلوقتي هقص. هترون شكله كده. دلوقتي نقصه على القماش علشان أوريكم بيتخيط ازاي. مبسوطة أخدت قهوتي معاكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم.